حطينا الكشك ده في الشارع، أي حد ممكن يدخله. جوه الكشك سألنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقة يردوا على السؤال ودقيقة يقولوا أي حاجة في نفسهم، أي حاجة. جوه الكشك ده هتبقى أنت المصور، الضيف، وكمان المذيع. مش مظبوطة الكاميرا يا جماعة، كل شوية هنفضل نظبطه في الكاميرا. على فكرة الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حتة في مصر وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم أو في الحتة بتاعتكم. زيع أنت جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين. ما قلنا لهمش يعملوا كده بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس مش قرمشة على الفاضي. سؤال حلقة النهاردة: السلام الرحيم. انا اسمي يوسف الجزائري. وانت؟ انا فراس عفيفي يعني عفيفي. انا اسمي مروان يونس، مهندس مدني عندي شركة مقاولات وبشتغل في الاعلام برضو، بالاخص الاعلام السياسي. وده شريف مروان يحيى يونس ابني. احنا هنتكلم على الفتي. طب والله انا سعيد. احنا مصريين ما شاء الله. بما انك انت مصري خلاص يبقى انت كده انسان بتفتي، دي حاجه معروفه في المصريين. الفتي ده حاجة عادة، يعني عادة مش عارف اتولدنا بيها ولا احنا اتولدنا لقيناها ولا هي ايه بالظبط، مش فاهم. هي للاسف بقت مشكلة عامة في مصر، احنا ما تعودناش ندور على المعلومة الصح تتجاب منين او اتحصل عليها ازاي او اقولها ازاي. تعودنا ان احنا عارفين كل حاجة، بنقول كل حاجة في كل حاجة. عارفين ان الفتي ده في مصر عامة انتشر، وبالذات بعد الثورة اي حد بيتكلم في اي حاجة ما يعرفهاش يعني. ايه ده بس روك شوية. والله انا سمعت ان الشعب المصري اليومين دول بيحور زياده. برضو التحوير في البنات، ابقى مثلا هي لابسه الساعه بتاعتها وتقول لي الساعه دي انا جايباها مش عارفه منين ب5000، وبعدين الساعه انت لو مسكتها من تحت كده ميد ان تشاينا، يعني ما فيهاش حاجه. قولي ان الساعه بتاعتك رخيصه عادي، انا هقول لك برضو ان الساعه بتاعتي رخيصه، مش لازم نفتي على بعض. مثلا زي مره كده موقف حصل لي، كانت فجأة صاحبتي كلمتني، كانت بتقولي انك شتمتي حد. قلت لها انا ما شتمتش وما عملتش اي حاجه، انت بتقولي ايه؟ اعلام كله فتي دلوقتي، قنوات بتتكلم في الفتي. عندك ضيوف يفترض ان هم من النخبه اللي هيعلموا الناس وبرضه بيتكلموا في الفتي. واحكي لكم قصه بنفسي عشرتها من يومين يا جماعه. بسال الحشيش اخطر ولا الاكس بوكس؟ قالوا لي الاكس بوكس طبعا. طب ازاي يا جماعه نفهم؟ عندنا واحد صاحبنا مش هنقول اسمه ايه، اللي هو محمد مسعود. اسمه مش هنقول اسمه، مش هنقول لا. عيب احنا سميناه جوجل عشان هو بيفتي في اي حاجه كده. حصل. بيقول لك مش عارف ايه، انا عندي حته كلبه روت. يقول لك ايه الروت ده؟ يقول لك ايه يا عم الروت وايلر يا عمي. رمانت يعني كلبه رمانت. حبيت ان انا اطلع واقول الموضوع ده غلط. روك ايه ده تمام. روك برضو مضايق الموضوع ده جدا جدا يعني، فبقول لكل الناس يعني عامة اللي بيحب يفتي والناس الفتيين اللي هي بتتكلم في حاجة مش عارفاها بلاش، لأن وضعنا اليومين دولت ما يسمحش إن احنا نعمل كده. المهم الواحد لما يجي حد يسأله عن حاجة يا إما يكون عارف، ومن قال لا فقد أفتى. يعني الواحد لو مش عارف ما يقولش. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. هذا البرنامج برعاية بيك رولز وبيك ستيكس. في حاجات كتيره انا بكون نفسي اقولها بس مش بعرف اقولها لمين. انا نفسي ان مصر تبقى كويسه جدا، ونفسي ان يقللوا المناهج عشان انا ببقى طالعه من الفصل مبقاش فاهم اي حاجه من كتر ما انا بيبقى عندي حاجات كتيره قوي باخدها في المدرسه. حتى الشنط اللي احنا بنشيلها بتبقى تقيله قوي. اكتر حاجه برضو بتغيظني تبقى قاعد في ماتش مثلا، انا زملكاويه قاعد مثلا مع بابا هنتفرج مثلا على ماتش، يقول لك ايه كان المفروض يبصيها ومش عارف ايه، اللي هو يعني اكيد انت مش فاهم اكتر من اللي بيلعب كوره، طب ما تروح تلعب انت كمان. اللي هو ياه واخويا يتحمق والناس بتتحمق، واللي هو فتي 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 فتي. اللي بيقعدوا يتخانقوا على ولا حاجه، واللي بيقعدوا يقولوا اي كلام في هزار عشان يعملوا بس خناقه ويمنعوا ان اصحاب يكونوا اصحاب، دي برضو مش حاجه حلوه. للاسف انا بقالي 6 اشهر على التويتر. التويتر يا جماعه
مكنه كبيره جدا بتطلع فتي في كل حته. فتي بيجي لنا من ناس بره مصر وفتي من جوه مصر. اي كلام في اي كلام، وناس قاعده تشتم بعض وناس قاعده تقل ادب على بعض. ننتقل بقى للمرحله الثانيه اللي هي الغنى. يلا بينا. والتعيس. لازم نعمل تكنولوجيا في المدارس، ان هم مثلا يجيبوا زي تركيا كانوا بيجيبوا حاجه زي الكمبيوتر كده تاتش، يبقى فيه عليها كل الكتب وكده، وبتعلم التكنولوجيا للاطفال. عارفين ان السياسيين اليومين دول بتطلع بالليل اخوان بيضربوا في المصريين الاحرار مش عارف في النور مش عارف في كذا كذا في كذا. فحتى انا واحد من الناس، انا بقيت عايز انضم مثلا على فقره، يعني ان انا المصريين الاحرار مش عاجبني اسلوب الناس المشهوره فيهم، الناس اللي هي بتبان بتتكلم باسم المصريين الاحرار، بتتكلم بطريقه غلط. رساله لشعب التويتر العظيم وشعب الفيسبوك المناضل، ارجو والنبي نفسنا في جيل يتعود يقرا قبل ما يفتي، عشان نبقى زي الاجانب كده، يبقى 90% بيتكلموا عارفين بيقولوا ايه و10% بيفتوا، واحنا وصلنا ل 110 بيفتوا ويعني مفيش حد ما بيفتيش للاسف. وكمان يعني للكبار اللي بيمنعوا ابنائهم او بناتهم يشتغلوا اللي هم عايزينه، دي حريتهم. نتكلموا شويه عن الدكتور محمد مرسي، ان ربنا كده يا رب يكرمه كده يا رب ويهديه كده ويعمل حاجه. يعني احنا شايفين ان البلد كلها فيها ما فيهاش امان، ما فيش حكومه، ما فيش اي حاجه. البلطجيه كتروا جدا، الحراميه كتروا جدا، ما فيش حد حاكم، ما فيش حد رابط. بنحس ان الموضوع دوت يعني مقصود، ان هم قاصدين ان هم يعملوا كده. فيا ترى حد يصحح لنا معلومتنا دي، عشان مش معلومتي لوحدي ولا معلومتهم لوحدهم، معلومه ناس كتير جدا بتتكلم في الموضوع ده. ان احنا عندنا احساس ان الموضوع ده مقصود، ان احنا مقصود ان احنا نخاف. ما قلنا لهمش يعملوا كده بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس مش قرمشة على الفاضي. أنا عايز أوجه رسالة شكر بالنسبة للأخ والأخت والحبيبة. بصراحة هم عارفين نفسهم كويس جدا، بصراحة يعني بشكرهم من قلبي، وهم طلعوني من كبت أنا كنت فيه والحمد لله. البرنامج حلو قوي، كمان البرنامج بيخلينا نتكلم عن الحرية اللي فينا، نقول اللي احنا عايزينه، مع اننا صغيرين والناس بتفتكرنا ما بنفهمش، بس في الحقيقة بنفهم كله، ونفسنا ان البلد تكون احسن بكتير هي ومنظرها دلوقتي. تعالوا بقى تعالوا قولوا رأيكم في البرنامج الأول. فكرة حلوة. فكرة عالية وتعبر عن المصريين فعلا. عايز أقول حبيبتي إن أنا بجد بحبها جدا، وإني مبسوط قوي إن أنا معاها، وإن مروان صاحبنا حبيبنا مش فيلم رومانسي كان النهارده بيعاكس، ومحبناش إن إحنا نسيح يعني ونقول للجيرل فريند بتاعته. بس فكرة ممتازة، أنا كان نفسي أقول الكلام ده، كان نفسي أقوله من زمان، بس ما فيش فرصة متاحة لي إن أنا أقول الكلام ده. فالحمد لله إن الفكرة دي أتحسنها إن إحنا نتكلم بالطريقة دي وإن إحنا نقول الكلام ده.